ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن افضل الكتب لثالثه ثانوي. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، ما تغلطوش غلطتي. كنت مشتته ما بين الدروس وبين الكتب، كان اي حد يقول لي حاجه الكتب دي كويسه او المدرس ده كويس كنت بصدقه، كنت بجيبها مع العلم اللي انا مش بكون فاهمه حاجه منهم. رحت قبل كده المدرس كان عنده مجموعات كتيرة وبالآلاف من المجموعات، ولكن أنا مش فهمته خالص. أنا الوحيدة يعتبر اللي مش فهمت منه. فمش تغلطوا غلطتي ومش تصدقوا حد. أهم حاجة ترتاحوا مع المدرس ده وتكونوا فاهمين منه، أهم حاجة، لأن ده امتحان ودي مذاكرة، فلازم أهم حاجة تفهموا منه. فمش تصدقوا كلام حد ومش تسمعوا كلام حد. أهم حاجة نفسكم انتوا أدرى بنفسكم، ولازم تقولوا لنفسكم ان المدرس ده كويس او المدرس ده وحش، فانتوا الأدرى، ما تسمعوش كلام حد. وبدون نك كتير ندخل على المفيد. افضل كتاب لغة عربية وهو كيان، هو ده. كنت جايبة منه المراجعة النهائية، وكنت جايبة منه الكتاب ده اللي هو اللغة العربية ده، النصوص والبلاغة. الكتاب ده زي ما انتم شايفين كده، وكتاب المراجعة النهائية من كيان اهو، وكتاب كيان بتاع القواعد والنحو والتعبير او الشكل قدامكم. بجد افضل كتاب في اللغة العربية كيان، زائد الامتحان. حرفيا احسن كتابين تجيبوهم هو كيان والامتحان. الابداع ده مش تجيبوه الصراحة، لان انا مش كنت جايباه، وكمان انا مش حاساه، مش حبيته، ومحدش قال لي عليه، فمش عارفه، يمكن انتوا تحبوه او حاجه، بس انا مش حاساه مريح كده، او انا مش فتحته اصلا، مش جبته. فانا كنت جايبه كيان وجبت الامتحان، بس دول افضل كتب تجيبوهم في اللغه العربيه. حرفيا بقى كتاب كيان بالذات فيه اسئله كتير، وكتاب الامتحان، فافضل كتابين زي ما قلت لكم كتاب الامتحان. او في اسئله بالهبل يعني. بصوا استنوا كده، دي كلها اسئله على الدرس. فبجد من افضل الكتب، يعني الامتحان والكيان كويسين قوي. انا مش هقول لكم الابداع وحش عشان في ناس ممكن بتجيبه وبتحبه، بس كيان والامتحان افضل كتب حرفيا يعني. وندخل بقى على اللغه الانجليزيه. عندنا كتاب جاينتس العمالقه، بجد من افضل الكتاب واروع كتاب تجيبوه لثالثه ثانوي. وعندنا كتاب المعاصر بالشكل قدامكم ده، بجد من افضل الكتب، جبت منه المراجعه النهائيه، كان افضل كتب. ودول بجد من افضل الكتب تجيبوهم لثالثه ثانوي. بندخل على الجيولوجيا. عندنا كتاب التفوق وكتاب الامتحان. انا جبت بقى كتاب الامتحان اهو، جيولوجيا وعلوم بيئه، بجد من افضل الكتب اللي هتجيبوها لثالثه ثانوي، جيولوجيا الكتاب ده. وكتاب برضه التفوق ممتاز جدا، وكتاب الامتحان حلو قوي، فممكن تجيبوا كتاب واحد بس، ممكن تجيبوا التفوق او تجيبوا كتاب الامتحان. الكتاب اللي انا بحبه جدا جدا جدا، او المادة اللي انا بحبها جدا جدا جدا، وهي الاحياء. جبت لها 4 كتب من نفس كتاب الامتحان. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. اولا كتاب الامتحان ما كانش نزل في المكاتب او خلص من المكاتب، فصورت كتاب الامتحان احياء اللي هو كده، صورته والله شكله كيوت صدقوا، والمجلد عامل له شكل كده، صورته الشكل قدامكم ده. وبعدين لقيت ان التصوير مش باين، في حاجات مش باينه فيه. بصوا كده التصوير في حاجات مش باينه، زي الكلام ده التصوير بتاعه ما كانش باين. فقلت مش هعرف اشوف منه ولا عارف اذاكر، اعمل ايه طيب؟ رحت جايبه كتاب الامتحان بتاع الاحياء ده، لقيته في المكتبه اهو بالشكل قدامكم ده. جبته من المكتبه، وبرده كان متصور باين، بس كان متصور حاجه انا شايفاها على الاقل اهو. جبته وجبت منه، جه معاه الكتاب ده بتاع الاسئله والتدريبات عشان احل تدريبات، وبيجي معاه كمان
الملحق ده اللي هو الخاص بالاجابات. يعني مثلا لما احل اسئله مش هغش منه، لما احل اسئله اشوف الاسئله بتاعتي صح ولا غلط، فبشوفها في الملحق ده او الكتاب الاجابات ده. افضل كتاب للاحياء وافضل حاجه تجيبوها للاحياء، تجيبوا كتاب الامتحان ده افضل حاجه، وممكن تجيبوا كتاب التفوق زي برضك الجيولوجيا. يعني ده كويس وده كويس، الاتنين ممتازين الصراحه، فممكن تجيبوا ده وممكن تجيبوا ده، بس الافضل ليكوا الامتحان. فحرفيا كتاب الاحياء الامتحان ما استغناش عنه خالص، ولازم تجيبوه اول ما تبداوا ثالث ثانوي. وكمان كتاب الجيولوجيا بيجي معاه كتاب شرح صغير كده اللي هو بالشكل قدامكم ده، وكتاب اسئله بيكون فيه اسئله كل الاسئله. وكمان لازم تجيبوا الامتحان، لازم اي طالب متفوق لازم يجيب كتاب الامتحان. فبجد تعتمدوا كتاب الامتحان، وكتاب التفوق ممتاز جدا، بس كتاب الامتحان شخصيا انا كنت جايباه وصراحة شطرني جدا. يعني ندخل على الكيمياء، عندنا افضل بقى كتاب كيمياء الامتحان. طب مندليف الصراحة انا مش جربته، بس مندليف حاساه مش قد كده، والله اعلم. بس كتاب الامتحان افضل كتاب يعني في الكيمياء. كتاب الامتحان كان برضو 2 اسئلة وشرح اهو، ده وده. بصوا عشان مش نيجي على حد، هو كتاب الكيمياء محتاج اسئله كتير، لازم تحلوا اسئله كتير لان في معادلات، فلازم تحلوا كتير يعني في الكتب. فممكن تجيبوا كتاب مندليف لو انتوا عايزين تحلوا كتير وكده، فممكن تجيبوا كذا كتاب. عندكم كتاب الامتحان وكتاب مندليف لو انتوا عايزين تحلوا. فاكيد اي طالب لازم عايز يحل وكده فيجيب الكتاب بالامتحان اهم حاجه، ويجيب كتاب مندليف. فانتوا لو مش معاكم امكانيه او حاجه، ممكن تجيبوا كتاب الامتحان بس. اما مندليف ده لحل الاسئله اكتر واكتر يعني. وندخل بقى على اللغه الفرنسيه، عندنا كتاب برافو اللغه الفرنسيه. الكتابين دول ده مجاني بيجي معاه، وده فيه قواعد وكل حاجه وكلمات. بجد الكتاب ده جميل جدا. طب عايزين نجيب المراجعة النهائية، نجيب ايه؟ نجيب كتاب ميرسي اللي هو ده. كتاب ميرسي ده بجد افضل حاجة المراجعة النهائية. فتجيبوا اول حاجة اول ما تبتدوا برافو، وبعد كده تجيبوا المراجعة النهائية ميرسي. برضو مش نيجي على الناس اللي بتاخد الماني. في كتاب جميل جدا اسمه سوبر ستور. انا شخصيا واعوذ بالله من كلمة انا مش كنت باخد الا فرنساوي بس فرنش. كنت باخد زي ما قلت لكم اللي هو كتاب البرافو وكتاب ميرسي، دول افضل كتابين في الفرنش. وكتاب الماني اللي هو زي ما قلت لكم سوبر ستور. اهم نقطه بقى في الفيديو، الكتب اللي انا قلتها دي كلها هتيجي منها في الامتحان، حقيقي ما بكدب. دي كلها اهي هيجي منها في الامتحان. كمان ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتقولوا لي هل الفيديو عجبكم ولا لا. وكمان يمكن انا في حاجات انا مش قلتها، كتب مش قلتها، فياريت تقولوا لاصحابكم في التعليقات. ويلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.